عرض نتمنى انه يكون شيق ويكون جيد للاعبات المنتخب الوطني المغربي. وقعت الملعب المنتخب الوطني المغربي غادي يبدا الخطوات ديالو بثقه كبيره وبطموح كبير يضم كل من ضم سيكي. نستمع مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات لعزف النشيد الوطني لكينيا. حماس كبير تابعنا من خلال الصور البعضيه اللي غادي يخلي اللاعبات المنتخب الوطني المغربي انه يقدموا المسار امام المنتخب السنغالي، وهذه المباريات في دور بامكانه انه يكون كبير، وبالتالي بامكاننا ايضا اننا نشوف يشرف على هذه المقابله. قبل ذلك هناك طنجة وايضا في الدنمارك وايضا تركيا، هناك لاعبتين في تنزانيا لاعبات المتالقات رفقه فريق الجيش الملكي. كره اذا وانطلاقه مغربيه، ننطلق كتجي التمرير عن طريق كوثر أزراف، كتمشي الجهه اليسرى، محاوله ديال الجريدي ودخول داخل منطقه الجزاء، مراوغه ممتازه، البحث عن تسديد، فرصه ديال التسديد ديال الهدف الاول، تسديده فوق المرمى. اول محاوله المنتخب الوطني المغربي النسوي نظرا التجربه، نظرا الاكاديميه، نظرا الاهتمام منذ سنوات، وملي كنتكلموا بهذا الشكل محاوله صعيبه كترتطم بالعارضه الافقيه. اول وانتصار ب5 ديال الاهداف كيرفع المعنويات اكثر. زينب بردواني تسديده ممتازه، تسديده جميله صوب المرمى، خارج رقعه الملعب كتمشي للركنيه من زاويه اخرى، تسديده مباشره صوب المرمى تقريبا الزاويه 90. مهمه اختراق لولو، مرور ممتاز، رفع الكره الان، رفع الكره داخل منطقه الجزاء ولا تزال الخطوره. كره الهدف يضيع الهدف. فعاليه، لاحظوا الانسلال السودي والتمريره العرضيه الجانبيه، بعد ذلك كتجي فرصه مهيئه لأزراوي التعامل مع هذه الكره في العمق. أزراف كترفع كره داخل منطقه الجزاء، بحث عن رأسيه جميله ومن ابعاد الخطر. نهيلة بنزينة برأسيه كادت ان تستثمر هذه تغيير كلي. احنا كنشوفوا هنا محاوله من جانب من شريدي، تسديده ممتازه صوب الحارسه. نشوفوا هذه التسديده اللي مشات بهذه الكيفيه ولمست العارضه الافقيه واللي كانت من تمريره في العمق. محاوله ممتازه، ساكنه أزراوي كتنطلق، دخول داخل منطقه الجزاء، تسديده، هدف اول للمنتخب الوطني المغربي، اول هدف في كاس الامم الافريقيه للاعبه ساكنه التمويه الجسدي. بعد ذلك خلت ان الكره تمشي للامام، تسديده ساكنه أزراوي تسدد، والهدف الاول. هذه الكرات في عالم كره القدم للسيدات. وهذه لصالح المنتخب الكيني، صعيبه محاوله صعيبه، فرصه للمنتخب الكيني. كانت لاعبه سابقه وانتقلت للتدريب لانه كانت اعتقد في سبتمبر 2023 الاسباني. جانب هذه اللاعبه رفقه الوطني المغربي كوثر أزراف، الاستعداد للتعامل مع هذه الكره داخل منطقه الجزاء، راسيه من سكينه، هدف، والهدف الثاني في اللقاء، هدف ثاني في اللقاء، وياتي الهدف هذه المرفقه، هذه مريم عتيق، وراسيه مستقرها في الشباك. شوف هدف بالعرض، كره دخلت بالعرض البطيء، تبعتها جهه تعطينا العصبة الاحترافية لكرة القدم. كرة تنفذ، عملية هجومية بهذه الكيفية من سكينة من أزراوي، تعود مرة أخرى تمريرة من حنان آية الحاج، رأسية بديعة، جول جميل. بل إن اللاعبات لاعبة فيفيان ماساكا، شوف هنا التمريرة في غياب التسلل إطلاقا، ورأسية بديعة مباشرة. ثالث الأهداف المغربية في بداية موفقة، في اداء موفق، في عمل جماعي. رجعت المنتخب الوطني المغربي عن طريق سناء مسودي، لاحظوا كيفاش غيرت المكان ديالها، مرور جميل امام جوج ديال اللاعبات، تمريره عرضيه، فرصه هدف رابع، ولكن كتضيع الانطلاقه. وهنا التمريره العرضيه وهنا الراسيه. مسودي الان كتنطلق في الجهه اليسرى، محاوله ديال مسودي، اختراق، دخول داخل منطقه الجزاء، فرصه ديال مسودي لتسجيل. زينب بردواني، مسودي كم بامكانها ان تسدد الان، ولكن هي اختارت التمريره العرضيه غير محدوده. كرة للمنتخب الوطني المغربي، تسديده ممتازة في العمق، محاولة لإتمام هذه الكرة، ضاعت حجبة مرتدة عن طريق اللاعبة تيريسا أوبونيو، تسديدة مباشرة صوب خديجة رميش. ما شفناش كثير. فينسنتيا أميدوبي على نهاية أحداث الشوط الأول بنتيجة كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء، فرصة جميلة، الهدف الرابع. بداية موفقة، تمريرة عرضية، ابتسام جريدي كتمكن من وضع الكرة في الشباك. لاحظوا
تمريره عرضيه داخل منطقه الجزاء. ابتسام جريدي ما ضيعاتش الفرصه، برجل ديالها كتمكن من لمس الكره وكتحول المسار. الاسباني مرابط ياسمين تلعب هذه كره مباشره الى خارج رقعه الملعب. لا بأس، يحاول ما امكن ان يعطي 10 سنه بعد ذلك قاد منتخب اسبانيا الاول السيدات من 2015 2023 كره لعبات بهذا الشكل. نتابعوا السكينه اوزراوي التمريره العرضيه ومحاوله ديال ابتسام جريدي باش انها توصل للكره. لا سعيد ترفع هذه الكره داخل منطقه الجزاء، محاوله من جديد بالراس عادت لسودي اختراق ولو انها اخذت زاويه صعبه. هناك سقوط داخل منطقه الجزاء امام انظار الحكم من طوغو. مسودي محاوله ديال المرور. لاحظوا اعتبرت الحكمه هذه مكاتفه. اندفاع من سكينه اوزراوي.